في الفيديو ده هوريك المشكلة بتاعة الفوت سلايدنج، وليه احنا بنستخدم الروت موشن علشان نحل المشاكل دي، او بندور على حلول زي الديستانس ماتشنج وهكذا علشان نحل المشكلة دي، لان فعلا المشكلة دي رخمة جدا. عايزك تتابع حركة الجارد اللي واقف قدامنا ده وهو بيتحرك من نقطة لنقطة، وشوف في حاجة غريبة في الحركة دي. لاحظت ان في حاجة غريبة، صح؟ طيب، كويس جدا. ايه هي الحاجة الغريبة؟ اولا الجارد بتاعي ده هو مش بيتحرك حركة ثابتة، يعني بيتحرك باكسلريشن. بص معايا هنا في المثال ده. اول مثال انت شايفه هنا ده مثال للسرعة الثابتة. يعني انا كل مثلا ثانية بقطع متر، فخلاص اوكي سهل. انا يا عم اول ثانية قطعت متر، تاني ثانية قطعت متر، تالت ثانية قطعت متر، رابع ثانية قطعت متر. دي حاجة جميلة جدا. اللي تحت ده دي مش سرعة ثابتة، دي سرعة متغيرة، اللي احنا بنسميها acceleration في الفيزياء أو العجلة. تمام. العجلة هي التغير في السرعة بالنسبة للزمن. يعني السرعة هنا ثابتة، تمام، ما اتغيرتش ولا حاجة. هنا كانت متر في الثانية، وهنا متر في الثانية، وهنا متر في الثانية، وهنا متر في الثانية. هو ما وقفش، هو ستيل السرعة ايه؟ ثابتة. انما هنا السرعة متغيرة. يعني ايه السرعة متغيرة؟ يعني هنا قطع متر في ثانية، وهنا في نفس الثانية قطع 2 متر، وفي نفس الثانية قطع 4 متر، وفي نفس الثانية قطع 8 متر. يبقى واضح ان السرعة بتزيد، وهو ده اللي اسمه acceleration. هنا في مشكلة. لو انا عندي انيميشن سرعته ثابتة، يعني انيميشن حركة، ان اللاعب مثلا بيتحرك برجليه مثلا، فسرعة حركة الانيميشن بتاعتي ثابتة. حلو كده. طيب، فالموضوع ده هيعمل مشكلة لو احنا في الكيس التانية، في المرحلة التانية اللي هي مرحلة العجلة دي. لو انا عندي الحركة بتتحرك بعجلة، تمام، يعني السرعة بتاعتي بتتغير، فلازم سرعة الانيميشن بتاعتي تتغير. يا اما الغي موضوع العجلة دي خالص واستخدم السرعة الثابتة. فهمت؟ فلو جيت تبص هنا هتلاقي انه بيبدأ ببطء، بعد كده بيسرع. حتى وهو بادئ بطيء، حتى وهو عند اقصى سرعة ليه، استيل الانيميشن بيلعب بنفس السرعة. بص سرعة رجليه، هو بدأ بطيء وبدأ يسرع يسرع يسرع، واول ما وصل الديستانس او نقطة النهاية بتاعته بدأ ان هو ايه، يبطأ تاني. يبقى لو انا مثلا شلت الانيميشن هنا من على الجارد هنا، تعالى مثلا نشيل الانيميشن من عليه، نوقف الانيميتر، ماشي، شغل. هتلاقيه بيتحرك بعجلة، يعني السرعة بتبدأ بطيء، بيسرع بيسرع بيسرع، بعد كده بيبطأ تاني لما يوصل للنقطة بتاعته، هيلف ويرجع تاني. حلو. وهكذا، بيبدأ بطيء، بيسرع 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 بيسرع، وبعد كده يبدأ يبطأ تاني لما يوصل النقطة اللي هو عايزها. حلو جدا. الكلام ده ما يمشيش مع الانيميشن بتاعنا، لان الانيميشن بتاعنا سرعته ثابتة. تعال نشوف الانيميشن بتاعنا مثلا. ده الانيميشن بتاعنا سرعته ثابتة، اللي هي دي، لا بتزيد ولا بتقل. فيبدأ بطيء يسرع، الكلام ده كله الانيميشن ما بيعملوش اعتبار. ده انا اصلا قافل الانيميشن اصلا خالص. فالانيميتور هو منفصل عن الحركة. طب الحركة دي جاية منين؟ جاية من السيستم بتاع الناف مش ايجنت، او النافيجيشن سيستم بتاع يونيتي انجن، اللي هو مسؤول على ان هو ايه، يتحرك بالاي اي، يعني تمام، يشوف ايه اقصر طريق بين نقطتين. ده طبعا بعد ما تعمل بيك للايه، للناف مش سيرفيس. تمام. زي كده مثلا. الناف مش هو حاجه سيمبل جدا، معناه ان انت مثلا عندك عالم اللعبه ده، انت ممكن اي 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 يمشي عليه. تمام. يعني انا مثلا عايز اوصل من النقطه دي للنقطه دي، فقال لك سهله، هتقطع الطريق ده. بس وانا ماشي في الطريق ده في برميل واقف في النص، فالحته اللي هي مش لونها مش لبني دي، مش هينفع امشي فيها. يعني البرميل ده حاجه انا ما ينفعش امشي اخترقها، لازم الف من حواليها، يا اما يمين يا اما شمال. كذلك الدبابه، ما ينفعش امشي من النقطه دي كده، اللي هي دي، لحد النقطه ده اهي. تعالى كده نمشي من نقطتين مثلا، يعني تخيل مثلا عايزين نمشي من النقطة ده اهي، اللي هي النقطة دي، تمام، اللي عليها الماوس دي، للنقطة اللي أنا هحددها لك دلوقتي اللي هي دي. تعالى نمشي نوصل من هنا لهنا.
هنمشي هنخبط في الدبابة ونعديها ونطلع بره. ده ما ينفعش. فاحنا حرفيا لو عايزين نمشي المفروض نعمل ايه؟ نمشي، نلاقي الدبابة عليها بوكس. تمام، نبدأ نلف من حواليها، نلف ونكمل مشينا للنقطة بتاعتنا. فهمت الفكرة؟ فده اسمه الناف مش أو النافيجيشن سيستم. طيب، النافيجيشن ليه؟ لأن الدبابة لو أنت لاحظت إن الحتة اللي تحتها متقدرش تمشي فيها. طيب، ده كلام جميل. فهنا بقى علشان ال AI بتاعنا يتحرك، فلازم يتحرك من خلال الناف مش ايجنت، والناف مش ايجنت بيتحرك بالطريقة البايخة دي. طيب، نحل المشكلة دي ازاي؟ انا دلوقتي عايز انيميشن دقيق، عايز تزامن بين السرعة بتاعت الانيميشن والاكشوال موفمنت اللي بتحصل من الناف مش ايجنت بتاعي. طيب، زي ما احنا اتفقنا ان الحركة بالروت موشن هي الحل. فاحنا عملنا ايه؟ عملنا الايجنت بتاعنا الاي اي ايجنت، اللي هو كبسولة لونها اخضر موجودة على البلاير بتاعتي، ويونيتي انجن هو اللي بيتحكم فيها. يعني انت يونيتي انجن بتقول له اتحرك للنقطة دي، هو يونيتي انجن اوتوماتيك بيبدأ يحرك الكبسولة للنقطة دي. بس طبعا زي ما اتفقنا يونيتي انجن بيبدأ يأكسلريت، يعني يبدأ بالراحة ويمشي بسرعة ويرجع يبطأ تاني. فطبعا احنا مش عايزين الكلام ده، احنا عندنا اصلا سرعة الانيميشن ثابتة. كمان احنا مش عايزين الحركة، عايزين الحركة بالروت موشن عشان فوت سلايدنج بروبلم. فالحل ايه؟ الحل ان الكبسولة دي تقعد تمشي تروح للنقطة بتاعتي. تمام، مفيش اي مشكلة. طيب، والبلاير بتاعي يبدأ يحسب المسافة بين الكبسولة وبين البلاير نفسه. هنبدأ نحسب وليكن المسافة دي كده. لو المسافة دي كبيرة، امشيها لحد ما يوصل المكان ده، الكبسولة هتتحرك هنا. لو المسافة دي كبيرة، امشيها، امشي لحد ما يوصل للإيه؟ لحد ما يوصل للنقطة بتاعتنا. طبعا هنا في الكود أنا عامل بورنج أنيميشن. تمام، ده من الآخر تقدر تقول كده يعني إيه، إن اللاعب بيقف، ياخد نفس، يتمطر شوية. فاهم انت الجو ده؟ يعني عشان يبقى شكله واقعي شوية يعني. لأن مش طبيعي إن مفيش حارس لو في وردية مثلا يقعد يمشي من النقطة دي للنقطة دي للنقطة دي للنقطة دي للنقطة دي، وبعد كده يلف ويرجع تاني يمشي العكس ويلف ورايح جاي رايح جاي. يعني المفروض يقف مثلا ايه، يهرش في شعره شوية، يتمطع شوية كده يعني. فاهم انت؟ فهو ده اسمه بورنج ايه انيميشن يعني. طيب، فخلينا نشوف ايه الفكرة اللي احنا عملناها. فلو جينا نشغل كده، الايجنت نفسه شغال عادي خالص. الايجنت نفسه بيتحرك وبيروح للنقطة اللي عليها الدور، مفيش اي مشكلة. واللاعب بتاعنا بيشغل الروت موشن طول ما في مسافة بين اللاعب والايجنت. ده معناه ان الايه؟ ده معناه ان ان الانيميشن شغل الانيميشن، ايا كان بقى سرعة الانيميشن. يعني انت ممكن تبطئ الانيميشن عادي خالص. يعني ممكن اجي هنا واقول مثلا والله هات لي الانيميشن هخليه 0.1 مثلا، سرعة الانيميشن 0.1، هتلاقيه بيمشي بالراحة خالص. تمام، مفيش اي مشكلة. يبقى هو سرعة الانيميشن هي اللي بتتحكم في سرعة الحركة. تمام، خلينا نعرض بس الايجنت الاول. الايجنت راح فين؟ الايجنت مشي وصل للنقطة بتاعتنا. الانيميشن بيتحرك بالراحة خالص، مفيش اي مشكلة. تمام، كويس. واول ما الانيميشن يوصل هيبدأ يكمل حركة. تمام، فهمنا الفكرة. فهو دلوقتي الانيميشن بتاعي دلوقتي هو اللي بيحدد لي الحركة. طيب، كلام جميل جدا. فيلا بينا نشغل. طيب، هو دلوقتي باصص بعيد، المفروض يبص على النقطة اللي جاية اللي هو عليها الدور. فهيبدأ لو شغلنا كده هيبدأ يبص على النقطة اللي عليها الدور. ماشي. طبعا الباص ده يونيتي انجن هو اللي محدده. تمام. ليه؟ هتقول لي طب ليه مش انت اللي بتحدده؟ هقول لك لان انا لو انا محدده وانا واقف عند النقطة دي وعايز اوصل للنقطة ده اهي اللي في الوش دي، هخترق الدبابة وامشي كده. انما يونيتي انجن هو اللي بيحدده. ليه؟ علشان لو عايز يمشي من هنا لهنا هيلف من حوالين الدبابة، هيراعي الناف مش اللي هو عامله. يعني مثلا الحتة دي ما ينفعش يمشي فيها الاي اي، يعني الاي اي مثلا ما ينفعش يمشي من هنا كده، لا، لان الحتة دي ايه، مش ووكابل، ما ينفعش يمشي فيه. وهكذا برضو البرميل ده
ما ينفعش يكون ماشي كده ويخبط في البرميل ده ويعدي، لازم يلف من حواليه. تمام. طيب اوكي. طيب اخر حاجه ضفتها وهي ان انا خليته لما يعمل روتيشن يعملها بشكل سموث شويه. وبرضو ضفت هنا variable اللي هو اسمه random patrolling between point. برضو اختار اول نقطه، مفيش مشكله، هو كده كده عشوائي. اختار النقطه التانية، برضو عادي. هو كده مش عشوائي خالص، هو كده مش بالترتيب. لكن خلينا نشوف. اوكي، بدأ يروح للنقطة التانية. اختار النقطة الأخيرة، فزي ما انت شايف انه بدأ يلف حوالين الدبابة ويروح للنقطة الأخيرة. تمام. اهو. تمام. هنا بدأ يروح للنقطة اللي بعدها. يبقى هو بيمشي بشكل عشوائي في المنطقة اللي حوالين الدبابة. بدأ يرجع تاني لنفس النقطة القديمة. اوكي. نايس. الحاجة الأخيرة إن أنا ضفتها وهو إنه الإيجنت بيسبق البلاير كتير قوي، ده غلط. لانه تخيل مثلا ان الايجنت مثلا كان ماشي كده 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 والايجنت فاهم الخريطة، فبيلف حوالين الدبابة، بيلف ويروح للنقطة دي. يبقى الايجنت مشي صح، مشي لف حوالين الدبابة. البلاير لو اتأخر عنه كتير، فتخيل الايجنت وهو بيلف حوالين الدبابة بيلف، كان لسه البلاير بيمشي ورا، بيمشي من هنا كده. تمام. وقام الايجنت وصل هناك، فالبلاير هيجري ورا الايجنت، وبالتالي هيحصل ايه؟ هيحصل تأخير شديد جدا، وده يأثر على الحركة. فطبعا انا عالجت المشكلة دي ان خليت البلاير قريب من الايجنت. المفروض لو هيقف يا ايدل. ايه يا عم، في إيه؟ اقف بقى يا عم، القرف ده. حلو قوي السهم ده. اقف يالا. ايوه، وقف البتاع، وقف هو كمان. نايس. نايس فشخ. اوكي. هو كده بيبترول في تعالى نظهر الجيزموس بس في اللعبة عشان تعرف انه بيمشي ورا البتاع. نايس وان. هو بيمشي على في اتجاه الايه، في اتجاه البتاع ده. ممكن يقف يا ايدل عادي، وممكن لا. قرر يمشي هنا برضو. اوكي نايس. هل لو انا عملت كده هيظهر في الجيم؟ اه ظهر والله. حلو. اوف على الجمال. وقف الناف، مش وقف مع البلاير، يعني مش هتحرك الا لما البلاير يبدأ يتحرك. نايس جدا، نايس نايس نايس. شيل الجيزموز. اوكي. كده اللعبة بتاعتنا جاهزة. طيب، كل المطلوب مننا ايه دلوقتي؟ ان احنا لو احنا موطيين كده ورمينا طوبة هنا على البرميل ده، بتعمل صوت، فالحارس يروح مع الطوبة دي. اوه حلو جدا. يبدأ ان هو يروح مع الطوبة بقى. اوكي. ده كلام جميل جدا. اشوفكم الفيديو الجاي.